وبركه وعباد الله من انتقادات وبركه ومن التخلف. احترموا الانسان كما هو، واحترموا المهن، واحترموا احترموا نفسكم اولا. ما كتحترم شي واحد اخر ما تحترمش حتى نفسك. شوفوا هاد الصوره هذه ومن بعد غادي نعاود لكم في الفيديو علاش حطيت هاد الصور هادو. المهم دابا غنخليكم مع الفيديو وكنتمنى يكون عباره شي وحدين. احبائي السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انا الحمد لله لاباس عليا. مرحبا بكم من جديد في القناه، ومرحبا بالناس الجداد. واخا الناس الجداد قلالين بما ان القناه شويه غادا ثقيله كما عارفين نتوما، ولكن فضلت اليوم نعمل لكم واحد الفيديو نجلس معكم نهضر معكم، توحشتكم، وفلوغات وروتينات حاجه اخرى، ومعلومات حاجه اخرى، جلسه ودردشه معكم حتى هي حاجه اخرى. كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو بغيتكم هذيك الصوره هذه. كما شفتوا العنوان ما تخلعوش، ولكن ماشي عنوان مثير باش يجيب مشاهده، ولكن العنوان هذيك هي الحقيقه، ماشي الحقيقه ديال الخدمه ديالي، ولكن الحقيقه ديال الناس كيفاش كيعجبهم يحتقروا واحد اخر. كما تعرفوا كما شفتوا في العنوان ولا في الصوره ديال الفيديو، جاوني تعليقات ناس كيقولوا لي انتينا منظفه في المدرسه. يعني شافوا الفيديو كامل كيقولوا لي واش انتينا منظفه في المدرسه. وحده قالت لي شحال هذه كيفاش خدموك باكا من الكذوبه كسميتو تلقاك غير منظفه تما، ولا تلقاك غير كتفرق القهوه. بغا نقول لكم حاجه وحده، بالنسبه هنايا هولندا اولا اوروبا اولا يعني ماشي بحال المغرب طبعا. كيعجبني نحضر واحد اخر كتجبر في كل مؤسسه ولا شركه، كتجبر واحد كيفرق القهوه مسكين خدام غير كاماريو اولا كاسون في القهوه. هنا ما كايناش المسائل هذه. هنايا الوزير كيجيب قهوه راسو. انا ما عنديش مشكله، ما عنديش عيب. الخدمه عمرها ما كانت عيب، وانا كنحترم الناس. انا واخا خدامه في المدرسه، كنت كنقاري ودابا مسؤوله على قسم امتحانات، ولكن كنت منظفه نقولها بكل فخر. وانا كنحترم المنظفين اكثر من الاساتذه والمعلمين. علاش؟ لانه هما كيجمعوا الزبل ديالنا حاشاكم، وهما اللي كينظفوا لنا باش نكونوا حنايا نقيين. يعني ما خصناش نحقروا هذوك الناس هذوك. بقى فيا الحال بصراحه، ماشي على نفسي، بقى فيا الحال على شي واحد اللي كيحقر عامل النظافه اولا كيحقر منظفه يعني اولا يعني اللي كيجيبوا القهوه، اللي كيخدموا يعني في شركات وديك الشيء كيجيبوا القهوه. يعني ما كيعملوا حتى شي حاجه عيب. ولكن حنا ما عندناش المساله هذه. عليها صورت لكم في الاول في البدايه ديال الفيديو، صورت لكم راسي هزه القهوه. قولوا علاش؟ لان ديك النهار انا لبست ديك القميجه البيضاء وصورت كحل وبلا ما نفطن. يعني ما رديتش البال، عجبتني لبسته. ولكن ملي مشيت للخدمه وواحد خدام معايا هو النهار كله كيقول لي كاسون جيبنا شويه القهوه، جيتي بحال كاسون وهيك بالضحكه وصافي. ولا عجبتني الفكره مشيت نجيبوها كما قلت لكم شحال هذه كنجيبوا القهوه بالنوبه. مشيت انا نجيب القهوه لينا وانا نجبر سميتو وحده خدامه معايا تما. قلت لها اجي صورني، وانا بغيت ديك الصوره بالعاني، بغيت باش نحط لكم في هذا الفيديو هذا كصوره الفيديو اولا للضحك. يعني حيت ديك اللي خدام معايا كان كيقول لي جيتي بحال كاسونه اولا بحال كاماريا. وثانيا باش ما نبقاوش نحقروا الناس، ما تحقروش الناس. يعني اذا كنت انا كنفرق القهوه اولا استاذه اولا محاميه اولا مديره اولا شنو الفرق؟ نقول لكم هنايا في هولندا عامل النظافه كيشبر احسن حتى من الطبيب. انا ما عارفاش بالضبط شحال كيشد، ما نقدرش نكذب عليكم، ولكن عامل النظافه يحترم والخدمه ديالو تحترم. لانه تصور نهار واحد ما يجيش يعمل النظافه، يعني يتاجل غير نهار على نهار اللي كيجي فيه شوفوا شنو غتوقع، كيفاش غتولي الدنيا. يعني خصنا نحترموا الناس، خصنا نحترموا المهن، نحترموا المشاعر ديال الناس. تينا شفتي فيديو وانا كما وعدتكم بعد دابا نقول لكم شنو بالضبط انا كنخدم، لانني وعدتكم وما قلت لكمش كلشي. وعدتكم بانني عملت لكم جوله في المدرسه، جوج اجزاء، جوله في المكان اللي كنخدم فيه بالضبط وجوله في المدرسه كامله. وقلت لكم انا غادي نقول لكم بالضبط شنو كنخدم انا. انا مسؤوله على قسم، اعوذ بالله من قولة انا كنخدم مسؤوله على قسم امتحانات الثانويه. حنا عندنا 3 ديال الامتحانات السنه كلها، الانجليزيه، الرياضيات والهولنديه. هادو 3 ديال الامتحانات الاخرى كلها كيكونوا في الاقسام، وهاد 3 ديال الامتحانات كيكونوا سنترال، يعني على حسب المدرسه كامله الاقليم كامل. المهم حنا كما قلت لكم يعني باختصار كنت قلت لكم بان التلاميذ ديال النواحي وديال فيرلو، يعني فيرلو والنواحي ديالها كلهم كيجيو عندنا. التلاميذ ديال مثلا روموند كيمشيو حتى هما ديال النواحي ديال روموند وديال ديك المدينه، حتى هما كيمشيو من ديك المدرسه اللي في ديك المدينه. حنايا كيجيو عندنا امتحانات عندنا 5 ديال المراحل، بيريودات كما كنسميوهم. كتجبر مثلا كل مرحله فيها 6 ديال الاسابيع،
وديك 6 الاسابيع يعني تقريبا كل امتحانات. يوميا عندنا امتحانات من 1 حتى ل2 حتى 3 في النهار. يعني بعض المرات كيكون عندنا امتحان حتى ل5 العشيه، من الصباح حتى ل5 العشيه، وبعد ما كيكون غير 1 في النهار، بعد ما 2. ولكن حنا كنعملوا استعمال الزمان. السيد اللي كيخدم معايا كيعمل حاجات اخرين مختلفين بزاف على اللي كنعملوا انا، ولكن انا كنعدل. انا مكلفه بالمراقبين اللي كيحضروا عندنا في الامتحانات. عندنا 19 ديال الناس في لو وفي غومونت. انا كنخدم في 2 المدن. غومونت كنمشي لا مره ماشي دائما، ولكن هذوك الناس المراقبين اللي تما حتى هما انا مسؤوله عليهم. مسؤوله على ملي كيدخل شي واحد جديد انا اللي كنهضر معاه، يعني كنعمل معاه انترفيو باش كنقبلوه ولا ما كنقبلوش، كنعلمو الخدمه، كناخذ منه الوراق كلشي وكندفعوهم باش كنسجلوه كلشي. كنبقى يعني كومونيكاسي، يعني التواصل معهم. شي واحد مريض يعني وخاصه في السبت والحد اولا في الفاكانسي اولا التليفون ديالي انا ديال الخدمه 7 ايام مفتوح. يعني كنبقى اذا شي واحد مرض ولا شي حاجه انا اللي كندبر شكون اللي يخدم بلاصتو. كانوا شي مشاكل انا اللي خصني نحلها. شي واحد عنده عيد الميلاد كنصيفط له الكارطه كنبارك له. شي واحد مات له شي واحد كنصيفط له الكارطه كنصيفط له الورد. شي واحد وقف له شي حاجه انا اللي كنعمل معاه ديك افسخايد فيشيا، يعني الوداع. كنودعو كنعطيه الكادو ديالو او الورد ولا شي حاجه كيمشي فحالو. المهم كنعدل استعمالات الزمن ديال ماشي ديال الامتحانات ولكن استعمالات الزمن ديال المراقبين، يعني فوقاش يجيو الايام اللي يخدموا فيها وكل شيء. هذا هو التخصص ديالي. كنتمنى نكون ما نسيت حتى شي حاجه. والقهوه كنجيبوا لبعضياتنا بالنوبه، ماشي الخدمه ديالي كنفرق القهوه في المدرسه وماشي عيب كانت هذه المساله كاينه، ولكن هادو هما المهام ديالي. كنخدم 3 ايام في الاسبوع، ولكن عندي نص نهار كيسمحوا لي نخدمه في الدار، لانني كما قلت لكم 7 ايام انا واجده ومستعده لاي واحد يعيط لي نحل شي مشكل، نشوف شي واحد اللي يخدم بلاصه شي حد اخر. المهم عليها كيعطيوني نص نهار نقدر نخدمه في الدار. وكنخدم في المدرسه يومين ونص في الاسبوع مادام عندي العيال وديك الشيء. يعني هذا جهدي وكلشي غادي مزيان الحمد لله. هكاك ورا جي نهار كامل والاسبوع كامل. ولكن المهم هذه هي الخدمه ديالي. كنتمنى ما نكون نسيت حتى شي حاجه. كنت خدامه في مدرسه ديال اللغه الهولنديه إمبرغينز كورزس، ولكن جات ظروف وقفونا. صافي من بعد بقينا واحد المده طويله في الدار حتى كنشدد ديك المدرسه اللي حنا فيها. ماشي شدت ولكن كانت تقريبا غادا تشد، وكانوا كيبدلونا كاملين كينقلوا لنا من بلاصه لبلاصه. يعني كاين اللي جلسوا في الدار مده طويله وكاين اللي صافي وقفوهم، كاين اللي شافوا لهم فين يمشيو. وبقيت انا واحد المده طويله في الدار. ولكن طوطالي جيت تشوف يعني من 2003 وانا خدامه في المدرسه ديال اللغه الهولنديه. وملي بديت هذه دابا واحد العامين ونص باش بديت في هذه المدرسه هذه، علين 3 سنين بديت فيها. وكان كما قلت لكم مسؤوله على قسم الامتحانات. كنخدم في فالو كنخدم في غومونت، شويه ماشي قريبه بزاف وماشي بعيده، يعني شي 23 كيلومتر وقيله 25 كيلومتر من هنا لتما. مره في الشهر كنمشي تما كنشوف الناس باش نبقى زعما اون كونتاكت مع دوك المراقبين اللي تما حتى هما، مع دوك 2 سيدات اللي مسؤولين تما عاوتاني. كنتواصلوا مع بعضياتنا وصافي. كما قلت لكم انا وعدتكم بانني غادي نشارككم الخدمه ديالي بالضبط شنو كنعمل. عندي مكتب ديالي خاص بيا كما وريت لكم، ماشي زعما شوفوني، ولكن النهار كله كندوزو في هذيك البلاصه هذيك. كنجلس بزاف، الخدمه ديالي فيها الجلس بزاف. كنحاول نتمشى مره لان عندي شويه مشكل في ظهري كيحرقني مره. والمدرسه يعني واخا مدرسه كبيره بزاف كما وريتكم. التلاميذ ديال ديك المدرسه كلهم كيجيو عندنا الامتحانات. يعني حنا عندنا علاقه بهذوك الناس اللي المدرسه كامله، هما ماشي كلهم عندهم علاقه بينا طبعا، غير التلاميذ اللي كيجيو عندهم امتحانات. ولكن يعني ما عندناش كونتاكت مع الناس بزاف لان المدرسه كبيره بزاف. حنا دائما يعني النهار كله من الصباح حتى العشيه وحنا خدامين في قسم الامتحانات. ملي كنعمل استراحه بعد مره كنمشي ديك المكان اللي كيستراحوا فيه، وغالبا جالسه في المكان ديالي. مره كنخرج نتمشى باش الدم يتمشى فيا مزيان. قليل في كنخرج، ولكن كنحاول دابا بانني يعني مشغوله بواحد الريجيم وديك الشيء. ماشي ريجيم ولكن كنهتم يعني صحيا اكثر بنفسي. بغيت نبقى مره نخرج نتمشى واخا 5 دقائق ولا 10 دقائق حدا المدرسه باش نشم الهواء نقي، لان ديك القسم شويه واخا كبير بزاف، يعني قسم شويه معزول كنبقاو فيه من الصباح حتى العشيه. يعني بعد ما كنخرج من الخدمه 3 ولا 4 العشيه كتجيني الدنيا غريبه، يعني بحال اللي نهار كله انت داخل التنفس الهواء ما كاينش بزاف. المهم انا بغيت نعطيكم غير فكره على الخدمه ديالي كيفاش كندوزها شنو كنعمل. ملي كيكونوا المراقبين اللي كيحضيو كنعملوا استراحه مع بعضياتنا وكنمشيو نجلسوا في بلاصه ديال الاستراحه وكناكلوا مع بعضنا. ملي ما كيكونوش تقريبا انا كناكل في بلاصتي، حد اللي خدام معايا ما كيعملش استراحه، دائما كيمشي يكمي وكيرجع وصافي. ما عندوش مع الهضره بزاف، ما عندوش مع النشاط بزاف.
وبعد ما كنكون في بلاصتي كما قلت لكم بعض المرات. المهم الخدمه ديالي فيها شويه ستريس ديال حيت كنخدم حتى في الدار وكندي معايا الخدمه الدار، كندي معايا بعض المشاكل الدار، ولكن بصراحه خدمه مريحه يعني ماشي شي خدمه كتعين المخ شويه ولكن ما كتعيش الجسم، لان نهار كله حنا جالسين يعني ما فيهاش تمام بزاف. هذه هي الخدمه ديالي. و عندكم شي اسئله اخرى بغيتو تعرفوهم ما كاين حتى شي مشكل، هذه بخصوص غير الخدمه. وكنبغي نقول لكم انا ما تبقاوش تحقروا الناس، ما تبقاوش تحقروهم. كنت انا كماريا كنفرق القهوه في المدرسه كنت نقول لكم، كنت منظفه كنت نقول لكم كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو، تصورت واقفه قدام هذيك كاروسه اللي فيها الماتيريال ديال التنظيف ما فيها حتى شي حاجه. واحد السيده اعز الناس عندي في ديك المدرسه، هذيك سيده مغربيه كتعمل الخدمه ديالها على احسن وجه، كتنظف لنا المدرسه باش حنا كنقدروا نتمشاو فيها من خنا طالعين السما. شويه الانسان يحترم نفسه شويه ويحترم الاخر. احنا المغاربه عليا كنقولوا بزاف لاننا كنحقروا الاخر، كما كتشوفوا غير في المغرب مثلا منظف اولا يعني العساس اولا كتخلص قليل بزاف، ما كنحترموش، ما كنقدروش العمل ديالو. هنايا في اوروبا الناس كيقدروا العمل كما قلت لكم المهن يعني المسخه اولا اللي فيها الخدمه بزاف واللي فيها تماره بزاف كيتجاز عليها بنادم اكثر من المهن اللي فيها الجلاس بزاف. وهذا هو اللي خصو يكون. حاولوا تنظفوا المخ ديالكم شويه قبل ما تحكموا على الناس، قبل ما تجاوبوا، قبل ما تعلقوا. واحد الحاجه كنت ننساها عاوتاني، واحد السيده كانت مشى في الفيديو ديالي ديال في الذاكره، دابا خليكم في صندوق الوصف. هذوك الفيديوهات الاولى كنعاود فيهم كيفاش خدمت، كيفاش قريت، كيفاش جيت لهولندا اول مره، شنو وقع، كيفاش تولفت. المهم هذوك السنوات الاولى ديالي في هولندا كنتمنى تشوفوهم يعجبوكم، غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف. واحد السيده كانت شافت الفيديو ديالي وقالت لي بركه من الكذوب، بركه من كيفاش لا يعقل، قالت لي وقيل هكذا لا يعقل ان اي واحد غادي يعجبهم يعني غادي يخدموه، ما يمكنش، وبركه من الكذوب، وانا ما ثقتش بك. ما كنتسناش يثق بيا، ما كنتسنى حتى شي واحد يثق بيا. انا كنعاود القصه الحكايات ديالي وبكل صدق، واللي بغى يثق هو هذاك، اللي ما بغاش يثق هذاك شغله. ولكن قالت لك ما يمكنش، كيفاش علاش انا قريت تما وكنت مجتهده هكا، كنت مجتهده وعلاش ما خدمونيش انا وخدموك انتينا. المساله ما عندها حتى شي علاقه بالاجتهاد، انا بصح عجبتهم لانهم ما يقدروش يخدموا اي واحد بدون فخر. طبعا عجبتهم باش خدموني، ولكن كانوا في ديك الساعه محتاجين شي واحد. قالوا لي سنه اشنو رايك تخدم هنايا، واش عجبتك الفكره؟ انا عجبتني طبعا. بلا ما نعاود لكم قصه كيفاش خدمت غنحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. ولكن ماشي اي واحد غادي يقرا غادي يخدموه تما، لان الا كانوا محتاجين الناس طبعا غادي يخدموهم. ما كانش محتاجين المدرسه كيدخلوا لها يعني مئات ديال الناس، واش كلهم غادي يكملوا؟ كاع المجتهدين كاملين اللي نجحوا يقولوا لهم اجوا تخدموا هنايا، راه محتاجين واحد غادي يخدموه. ما بقاوش تحكوا على بنادم وتخدموا داكشي اللي في راسكم هو اللي وتبغيو داكشي اللي في راسكم هو اللي يكون صحيح. قالت لي كيفاش سميتو اي واحد غادي يخدموه، واي واحد كان كيقرا مزيان غادي يخدموه، بركه ما تاخذش القصه ديالك وبركه من الكذوب. المهم القصه ديالي واقعيه وحقيقيه وكنتمنى تشوفوا الفيديو تعجبكم. المهم انا بغيت نشارككم غير شنو كنخدم بالضبط، كما بزاف ناس طلبوا مني. الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيه ديديكاس لعبير حبيبتنا عبير اللي قالت لي انت مسمومه وكتعملي شي ديديكاس. انا عملت لك حبيبتي كل حماقه عليك والله. كاينه عرفتوا شكون عاوتاني بغيت نعمل ديديكاس؟ زهور الفاسيه زهور ديديكاس من هنايا. المهم كنعمل ديديكاس كنعمل ديديكاس لمدام السيمو ديالنا، كنعيط لها انا مرات السيمو. وديديكاس لسليمه ام زيد وزياد هما واحد الوليدات صغار تويمات عندهم قناه. غادي نخلي لكم رابط ديال القناه ديالهم في صندوق الوصف. ولكن الام ديالهم دائما معنا في اللايفات ديال جوهره كاليفورنيا. اختي تصاحبت معاها واحد المغزاله حتى هي. المهم كما وعدت انا بعض الناس غنعمل لهم ديديكاس في شي فيديو من فيديوهات ديالي اليوم. كما قلت لكم عبير وفاسيه زهور الفاسيه، هابي جيرل ناديه حتى هي كنهدي لها ديديكاس، وديديكاس لسليمه كما قلت لكم ام زيد وزياد. وهنا كيتسالى الفيديو ديالي، كنتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، نخليكم في رعايه الله. ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه. تهلاو فراسكم والسلام عليكم.